نبدي كمقدمة عامة عن تأثير الإعلام بشكل عام، حتى المقروء حتى المسموع، إعلام بشكل عام تأثير على الراحة النفسية أو الصحة النفسية للمشاهد. بعدين نجي خلينا نقول المحطات الأخبارية، عندنا محطات أو القنوات الترفيهية، عندنا طريقة أدائها، تقنياتها، بعدين نجي. أنت أيضا ما تعليقك أو ما هل عندك إضافة بأنه ما تأثير الإعلام على الصحة النفسية للمشاهد؟ نعم، أنا أشاطر الزميل أستاذ إبراهيم، لكن بنفس الوقت المشاهد هي الحالة النفسية الذي يمر به. يعني مثلا أكو قنوات هي مغرضة، يعني عندما تشاهد الخبر أو عندما تسمع الخبر من هذه المحطة ومن هذه الصحيفة، الحالة النفسية الذي يمر به الشخص أو المتلقي يعني يحب أن يعني يراه أو يحب أن يسمعها. هذا حالته النفسية عند الشخص، يعني جالس أمام التلفاز ويشاهد أحد المحطات وعنده إدراك بأن هذه المحطات تنقل الخبر كما هي، لكن الحالة النفسية الذي يمر به مع زميلي أو مع زوجتي أو مع أي أحد يكون قريب منه، حتى إذا كان في المقهى يطلب منه أنه يدير المحطة ليرى المحطة الذي هي مغرضة بس لحالته النفسية يعني حالة بتقصد قصدك؟ بتقصد؟ لا، ليس بتقصد، وإنما كحالة نفسية عنده أنه يرى هذه المحطة، يكون مثل يرفع عن نفسه أو يحب أن يضحك أنه يرى هذه المحطة. فهذه ترى يعني ترجع للحالة النفسية الذي يمر به الشخص نفسه، يعني واثق من هذه المحطة. خلينا نشوف ست ليلى ما تعقيبك على هذا الكلام. أوكي. ما يعني العفو أستاذ، يعني شلون يعني ترفيع عن النفس يعني؟ التوضيح يعني اكو محطه، ما احنا يعني العفو ما نذكر اسماء، ان هذه المحطه غير موثوقه حتى في نقل الخبر، وانا ادرك يعني ادراك يعني تماما انه هذه المحطه لا تنقل الخبر كما هي. يعني هناك خبر يعني نزل قبل ايام حتى بالسايتات اذا نظرت اليها، احدى المحطات العربيه يعني غير العراقيه، نزلت خبر عاجل، وسيدخل هذا الخبر عاجل في موسوعة جينيس. أطول خبر عاجل ينزل على محطة تلفزيونية. الخبر عاجل كما نعلم السبتايتل حول الخبر، لكن الخبر العاجل أخذ 75% من الشاشة. أنا أدير هذه المحطة لكي بس يعني أرفع عن نفسي، يعني عندما أنظر إليها خلينا نشوف على هذا الرأي شنو التعقيد. ممكن تاخذين المايك رجاء.